سواء انت كنت طالب او فني او مهندس، الفيديوهات دي هتفرق معاك جدا في مجال البانل بيلدر، لان انا جمعت لك اغلب المصادر الموجودة على الانترنت من فيديوهات وكورسات وخبرات عملية، وجمعتها لك في الكورس ده. وفي اخر الكورس ده هنشرح فيديوهات عملية ازاي تقدر تعمل بانل من A to Z، وهنضرب امثلة عن البيلرز والكوفريه والام دي بي. والمجال ده مش خاص بالمهندسين فقط، ايا كان مهارتك تقدر تشتغل في المجال ده، بس تكون حب. هساعدك في فهم المجال ده بشكل كويس، وفرصه في مصر، والوظائف المتاحة ليه، ورينج المرتبات المتوقعة. وهتزيد خبرتك في الكهرباء عامة، مش مجال اللوحات بس، لأن الكهرباء مجالاتها مترابطة ببعض. هتعرف يعني إيه بانل بيلدر، وإيه الوظائف المتاحة ليك، ولو اخترت المجال ده هتتعلمه إزاي، وإزاي تنفذ لوحة وتتابع خطوات إنتاجها بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس عمرو رمضان من أحد البانل بيلدرز اللي في مصر، وده ذا إلكتريك واي. اتعاملت مع شركات كبيرة في مجال اللوحات زي شنايدر وإي بي بي والسويدي، وفي السلسلة دي هنجاوب على كل الأمور المتعلقة بالمجال. في الأول كده، يعني إيه بانل بيلدر؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده، في حاجة لازم تعرف. إحنا عندنا نوعين من اللوحات. لوحات لوكال، يعني أنا كمصنع بجيب مكن ليزر، تنيات، واجيب الصاج واعمل اللوحات دي عندي في المصنع. وفي نوع تاني اسمه تايب تيستد. التايب تيستد ده بيجي من الشركات اللي هي المذر كامباني زي سيمنز وشنايدر واي بي بي، لان بيبقى ليها اختبارات في معامل بره مصر زي تكرا وكيما وحاجات تانية كتير. هنا بقى بيجي البانل بيلدر، سواء هيصنع اللوحات اللوكال دي او هيشتري لوحات تايب تيستد، ويجمع اللوحات دي ببعض ويحط المكونات الكهربية جواها عشان اللوحة تأدي الفانكشن اللي معمولة عشانها. واللي بيعمل كده بقى اسمه بانل بيلدر. طب هل البانل بيلدر ده بيبقى متخصص في حاجة واحدة بس؟ لا، ممكن يصنع وممكن يشتري وممكن يصنع ويشتري. وعندنا مصانع زي كده كتير في مصر. عندنا المذر كامباني زي سيمنز، واللي ليها بانل بيلدر اللي هم ايماس ودي سي اس والكترو جورج. وعندنا شنايدر ليها مام وجيلا وميمك. وعندنا اي بي بي ليها ارابتك، سينكرو مصر، باور لاين. المصانع دي كلها تقدر تتابعهم على لينكد ان، وتبعت مسج للناس اللي شغاله هناك وتتواصل معاهم، سواء كانوا مديرين اقسام او عمال في الشركه، عشان لو حبيت تشتغل في مجال اللوحات تلاقي ليك فرصه كويسه. هنتكلم دلوقتي عن سايكل حياه المشروع في المصنع، واللي من خلالها هنقدر نعرف ايه هي الوظائف المتاحه لينا. اول حاجه معانا السيلز، وده الشخص اللي بيدور على الكلاينت ويتفاوض معاهم، وبيبقى ليه تارجت سنوي، والتارجت ده لازم يحققه، وبيبقى ليه كوميشن على كل بيعه بتتم من خلاله. ومش شرط يبقى قوي تكنيكال زي مهندس المكتب الفني، يكفيه بس ان يبقى عنده البيزكس. بعد كده التندرنج، خلاص السيلز قعد مع العميل وخد منه الار اف كيو اللي هي الريكوست فور كوتيشن، طلب عرض السعر، وبيبقى فيه كميه اللوحات المطلوبه، وخد منه البانل سكادول والاس ال دي اللي بيبقى فيهم تفاصيل اللوحات كلها، من حيث بقى عدد القواطع وغيره، والسبيكس كمان بتاعه المشروع، ودي اللي بيبقى فيها تفاصيل اللوحه من سيكنس وبينتنج وغيره. خلاص كده السيلز خد الحاجات دي كلها من العميل، بيبدا ينقلها لمهندس التندر عشان يبدا يدرس ويسعر المشروع. وفي مصانع بيبقى عندها مهندس الدراسات منفصل عن مهندس التسعير. مهندس التندر ده بقى بيطلع عرضين، كوميرشال اوفر وتكنيكال اوفر، واحد خاص بالمكونات بتاعه اللوحه والتاني خاص بسعر اللوحات وشروط الدفع. وفي مصانع برضو لو حققت تارجت معين بتنزل بونص لمكتب التسعير ده. والتندر ده هيبقى مناسب للناس اللي مش حابين السفر او شغل التكنيكال قوي، لانهم هيبقوا بيتعاملوا مع حسابات اكتر، وبيدوروا في لستة وبيطلعوا منها اسعار القواطع والمكونات الكهربائيه اللي هتركب في اللوحات. العميل هنا راح له العرضين اللي هما التكنيكال اوفر والكوميرشال اوفر، ووافق عليهم. دول بقى هيروحوا بقى للمكتب الفني ومهندس التصميم، دول بقى بيعملوا كل حاجة خاصة بتفاصيل صناعة اللوحات، من تحديد أبعاد اللوحة، مسار النحاس، أماكن تركيب القواطع في اللوحة. وبيبقى برضو معاهم مهندسين ميكانيكا خاصين بالتصميم ال 3D للوحة وتجميع وتركيب الصاج ببعضه واللحام وغيره. بس دول بيبقوا موجودين بس في المصانع اللي هي بتصنع لوحات لوكال، انما المصانع اللي بتجمع بس ما بيبقوش محتاجين مهندسين ميكانيكا قوي. المكتب الفني بقى بيطلع كذا حاجه، من ضمنهم البوم والتي دي اس والشوب دروينج، وهنتكلم عن كل واحده فيهم في الفيديوهات الجايه بالتفصيل.
دول باختصار كده بيبقوا شاملين كل حاجة خاصة باللوحة، من أول تفاصيل الإنتاج لغاية لما أبدأ أوصل اللوحة للاختبارات. يجي بعد كده دور البلاننج، ودول ما بيبقوش موجودين في كل المصانع. دول بيبقوا متخصصين أكتر بربط المكتب الفني بالإنتاج بالمخزن، وبيشوفوا الحاجات الافيلابل عندي والحاجات اللي مش موجودة عندي افيلابل كاستوكات بيبعتوها لإدارة المشتريات عشان خاطر تشتريها. الحاجات دي كلها جهزت والخامات خلاص موجودة عندي، ببدأ أروح بعد كده للبرودكشن انجينيرنج، وده اللي بينفذ الرسومات الموجودة عندي بقى في التي دي اس أو الشوب دروينج. واللوحة أثناء ما هي بتتصنع بيبقى عندي كواليتي كنترول بيتشيك على كل مرحلة من مراحل التصنيع ورا مهندس الإنتاج عشان يتأكد إن اللوحة بتتنفذ صح. وأول ما اللوحة تتجمع عندي بيجي دور الاختبارات اللي هي الروتين تيست، ودي بتبقى مجموعة من الاختبارات زي اختبار الانسوليشن والفيجوال والكرنت انجكت. كل الاختبارات دي هنتكلم عنها برضو قدام. بعد كده بيجي عندي الفات تيست اللي هو الفاكتوري اكسبتنس تيست، ودول بيبقوا لجنة بتيجي تبع العميل معاهم استشاري أو شركة الكهرباء أحيانا عشان خاطر يجوا يستلموا اللوحة. وفي وظائف تانية كتيرة بتبقى موجودة زي ال R&D Research and Development، وده بيبقى مسؤول ان هو يعمل اوبتمايزيشن للوحة عشان يقدر يقلل الكوست بتاعتها على قد ما يقدر ويدي شكل جمالي للوحة يميزها عن المنافسين. وده برضو بيبقى موجود في المصانع اللي هي بتصنع لوحات لوكال، لان مصنع التجميع زي ما اتفقنا هو بيجيله اللوح جاهزة. وطبعا كل شركة بتختلف عندها الوظائف حسب الاقسام اللي عندها والقدره الانتاجيه لكل شركه وحجم الشركه دي قد ايه، انما الهيكل ده شبه ثابت في اغلب مصانع اللوحات. السؤال هنا بقى، هل مجال البانل بيلدر كويس اللي انا اشتغل فيه ولا لا؟ واشتغل كمان في انهي وظيفه؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم تعرف ان السوق حاليا محتاج اللي عنده اكتر من مهاره عشان تقدر تقدم في اي وظيفه موجوده في الاول وتفاضل ما بينهم. فتعلمك للمجال ده هيزود من فرصتك في الشغل، فتقدر تقدم على وظيفه في مجال البانل بيلدر او البيم او المقاولات او غيره، بدل ما تبقى مقيد نفسك بحاجه واحده. دخلت المجال خد فيه سنه او 2 هتستفاد فيهم خبره كويسه، ولو انت حبيت تروح بعد كده اوتوميشن او مقاولات هتقدر تروح، لان البانل بيلدر هتديك خبره كويسه فيهم، خصوصا ان في لوحات بيبقى فيها انفرتر وبي ال سي. وممكن لو انت بقيت قوي في المجال يجي لك بوزيشن كويس تقدر تكمل فيه وما تشفتش لاي مجال تاني. طب هشتغل بقى في انهي وظيفه؟ لو هتدور على عائد مادي اكبر وما عندكش مشكله مع السفر ومهارات التفاوض والاقناع والنيجوشيشن سكيلز عندك عاليه، خليك في السيلز او بزنس ديفلوبمنت. طب التكنيكال عندك مش قوي قوي وبتحب الحسابات واللي انت تدور على المنتجات وتطلع اسعارها، خليك في التندر. انما لو انت قوي تكنيكال وبتحب الرسومات شغل الكنترول والكهرباء الصرف، خليك تصميم. طب لو انت ما بتحبش السفر بس بتحب الحركة وجو المكاتب مش مناسب ليك، فانت ممكن تخليك في الكواليتي كنترول او الانتاج. من الاخر كده اسعى حسب رغباتك ومقدرتك واهدافك المادية، وانت هتحدد ايه الافضل ليك. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نتكلم على طول عن اللوحات الكهربية ويعني ايه لوحة وايه انواعها وايه المكونات اللي بتبقى موجوده جواها. ولو انت شغال في مجال البانل بيلدر او عندك استعداد تشتغل، اكتب لي اي اضافه انت عايزها في الكومنتات ونتناقش فيها. والسلام عليكم.